اختار دايما الناس اللي قلوبهم فاهمة قلبك، اللي وجودهم مش مرتبط بمصلحة ولا وقت معين، اللي مهما كنت في أسوأ حالاتك مش هيشوفوا فيك إلا الخير. الناس اللي لما تغضب ما يقلبوش عليك الترابيزة، الناس اللي لما تغلط ما ياخدوش منك موقف للأبد، الناس اللي يسمعوك بجد ويفهموك صح. الناس دي اللي بتطلع لك ألف عذر لأن وجودك فارق معاهم. مش مهم يكون اللي معاك عنده كل المواصفات المثالية، الأهم إنه يكون الشخص اللي يفهمك من غير ما تحتاج تشرح. واحدة من أجمل الحاجات اللي ممكن تعملها لنفسك إنك ما تديش أي حاجة أكبر من حجمها. تزعل عادي، بس ما تخليش الزعل يسكن فيك أكتر من اللازم. خد وقتك ولملم أفكارك ورتب دماغك وبعدها كمل، وما تتعلقش بأي حاجة أكتر من اللازم. في حاجات في الدنيا تستاهل إنك تفكر فيها وتديها وقتك، وفي حاجات تافهة لو ركزت معاها أكتر من اللازم هتضيع وقتك على الفاضي. أوقات بتلاقي نفسك متضايق من موقف أو زعلان من كلمة حد قالها، وتفضل تعيد وتزيد في الموضوع في دماغك لحد ما تحس إن الدنيا كلها واقفة عند النقطة دي. ما تديش الحاجة أكتر من حجمها، لا موقف ولا علاقة ولا شخص. خلي فيه توازن، ما تخليش مشاعرك ترفع ناس ما يستحقوش حتى إنك تفكر فيهم. الغلطة ممكن تتصلح وممكن تتفهم وممكن نعديها ونكمل، ده لو غلطة. بس الطبع حكاية تانية خالص. أنا اتعلمت بعد ما عاشرت ناس كتير، وبعد ما اديت أعذار أكتر بكتير، وبعد ما حاولت أقنع نفسي إن الناس بتتغير وإنك ممكن تغير الشخص اللي قدامك للأحسن. في الأول كنت بضحك على نفسي وأقول ما هي غلطة وكلنا بنغلط، وأعدي وسامح وعاتب وأكمل. بس مع الوقت لاحظت إن نفس الغلط بيطلع من نفس الشخص، بنفس الأسلوب، بنفس البرود ونفس التبرير. ساعتها فهمت إن الغلط فعل، والفعل ممكن يتصلح، إنما الطبع هو طريقة تفكير ونظرة للحياة وأسلوب تعامل. طبع جواه مش بيتغير بسهولة. في ناس تغلط وتتكسف، وفي ناس تغلط وتعتذر، وفي ناس تغلط وتتعلم. دول يستاهلوا فرصة تانية. لكن في نوع تاني يغلط ويبرر ويعيد ويكرر نفس الغلط، ولما تواجهه يقلب عليك ويقولك ده انت اسود قوي وما بتنساش. ده طبع ما بيتغيرش، ده تسيبه وانت الكسبان. خلي بالك، سامح الغلطة لو شفت ندم، ادي فرصة لو شفت تغيير، لكن اوعى ترهن عمرك على طبع مش ناوي يتصلح. الراحة مش انك تصلح الناس، الراحة انك تختار مين يستاهل يكمل معاك ومين تسيبه علشان تحافظ على نفسك.